السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية، أكد وزير الرياضة وليد صادي المسؤول الأول عن كرة القدم بالجزائر. أكد وليد صادي على أن الكرة الجزائرية ستتطور بالمستقبل القريب مقارنة بجارتها المغربية. وأكد وليد صادي على أنه على استعداد لإطلاق مشروع أكاديمية عالمية وأكبر أكاديمية في إفريقيا، ستكون أكبر من نظيرتها السنغالية والمغربية والنيجيرية والمالية. وأكد وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستفتح المجال لتصدير مواهب جزائرية لمختلف دوريات العالم. وقال وليد صادي على أنه يطمح لأن يجعل الكرة الجزائرية كرة عالمية وقوية جدا دون الحاجة إلى المواهب المكونة بالخارج. سيتم الاعتماد فقط في القريب العاجل على المواهب المكونة داخل الأكاديمية في جميع الفئات السنية للمنتخب الجزائري. وأكد وليد صادي وزير الرياضة بالجزائر والمسؤول الأول عن كرة القدم بالجزائر على أن منصبي الوزير أو النائب أو المستشار للكاف ليس منصبا يطمح فيه. وأكد وليد صادي على أنه يطمح في المستقبل القريب على أن يكون رئيسا للكاف بالقريب العاجل. كما أكد على أن الجزائر أو الكرة الجزائرية ستسيطر على إفريقيا، لا من ناحية الملاعب أو اللاعبين أو الفرق أو المنتخبات. وأكد وليد صادي على أن المشاريع القادمة التي ستتكون داخل الجزائر برئاسته ستكون من أقوى المشاريع في إفريقيا. وقال وليد صادي على أنه تم تخصيص 200 مليار دولار لإنشاء هذه الأكاديمية، وأنه ستكون هناك شراكات مع الدوريات الكبرى من أجل تصدير هذه المواهب عند بلوغها 17 سنة، وستكون ذلك عبر دعم هذه الفرق التي ستحتضن هذه المواهب لا ماديا لا جوائزيا. وقال وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستكون من أكبر الأكاديميات في العالم، ليس في إفريقيا أو في الجزائر بل في العالم. وقال وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستكون من أكبر الأكاديميات وأنها ستكون من أنجح الأكاديميات بالعالم. وأكد وليد صادي على أنه سيتم جلب أكبر المدربين والمكونين في العالم، وذلك بتوفير لهم فنادق من أرفع المستويات ومبالغ مالية مهمة جدا من أجل إغرائهم للقدوم للأكاديمية والعمل داخلها. وقال وليد صادي على أن هذه الفكرة استوحاها من أكاديميات محمد السادس وجنراسيون فوت الماليين. وأكد وليد صادي على أن أكاديمية محمد السادس ستكون مجرد مدرسة صغيرة مقارنة بالأكاديمية التي سيتم إنشاؤها بالجزائر عما قريب. في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية، أكد وزير الرياضة وليد صادي المسؤول الأول عن كرة القدم بالجزائر. أكد وليد صادي على أن الكرة الجزائرية ستتطور بالمستقبل القريب مقارنة بجارتها المغربية. وأكد وليد صادي على أنه على استعداد لإطلاق مشروع أكاديمية عالمية وأكبر أكاديمية في إفريقيا، ستكون أكبر من نظيرتها السنغالية والمغربية والنيجيرية والمالية. وأكد وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستفتح المجال لتصدير مواهب جزائرية لمختلف دوريات العالم.
وقال وليد صادي على أنه يطمح لأن يجعل الكرة الجزائرية كرة عالمية وقوية جدا دون الحاجة إلى المواهب المكونة بالخارج. سيتم الاعتماد فقط في القريب العاجل على المواهب المكونة داخل الأكاديمية في جميع الفئات السنية للمنتخب الجزائري. وأكد وليد صادي وزير الرياضة بالجزائر والمسؤول الأول عن كرة القدم بالجزائر على أن منصبي الوزير أو النائب أو المستشار للكاف ليس منصبا يطمح به. وأكد وليد صادي على أنه يطمح في المستقبل القريب على أن يكون رئيسا للكاف بالقريب العاجل. كما أكد على أن الجزائر أو الكرة الجزائرية ستسيطر على إفريقيا، لا من ناحية الملاعب أو اللاعبين أو الفرق أو المنتخبات. وأكد وليد صادي على أن المشاريع القادمة التي ستتكون داخل الجزائر برئاسته ستكون من أقوى المشاريع في إفريقيا. وقال وليد صادي على أنه تم تخصيص 200 مليار دولار لإنشاء هذه الأكاديمية، وأنه ستكون هناك شراكات مع الدوريات الكبرى من أجل تصدير هذه المواهب عند بلوغها 17 سنة، وستكون ذلك عبر دعم هذه الفرق التي ستحتضن هذه المواهب لا ماديا لا جوائزيا. وقال وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستكون من أكبر الأكاديميات في العالم، ليس في إفريقيا أو في الجزائر بل في العالم. وقال وليد صادي على أن هذه الأكاديمية ستكون من أكبر الأكاديميات وأنها ستكون من أنجح الأكاديميات بالعالم. وأكد وليد صادي على أنه سيتم جلب أكبر المدربين والمكونين في العالم، وذلك بتوفير لهم فنادق من أرفع المستويات ومبالغ مالية مهمة جدا من أجل إغرائهم للقدوم للأكاديمية والعمل داخلها. وقال وليد صادي على أن هذه الفكرة استوحاها من أكاديميات محمد السادس وجينيراسيون فوت الماليين. وأكد وليد صادي على أن أكاديمية محمد السادس ستكون مجرد مدرسة صغيرة مقارنة بالأكاديمية التي سيتم إنشاؤها بالجزائر عما قريب.